كانت خيرية اسماعيلها. محمد خليل من لجنة زراعة زرقان قسم إنتاج نباتي. نتيجة للظروف الجوية اللي حصلت عندنا بزرقان وتضرر المحاصيل بسبب البرد، تم تشكيل لجنة من الزراعة ومجلس ناحية زرقان للكشف على المحاصيل المتضررة، تحديد المساحات وتقدير النسب المتضررة بها. اليوم طبعا قمنا بالجولة، أول جولة عندنا على قسم من المحاصيل. تبين لنا أن نسبة الضرر اللي فيها بتتراوح ما بين 70 ل 80%. هاي للمحاصيل القمح. أما محاصيل البقوليات والمحاصيل العطرية نسبة الضرر بها 100% بينت معنا. وراح نظل مستمرين بتشكيل جداول بأشياء تقدير المساحات ورفعها بكتاب رسمي إلى الهيئة. هناك أضرار جسيمة نتيجة هطول حبات البرد بغزارة على المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى ضرر ميكانيكي، وخاصة في بعض محاصيل القمح السابقة أدى إلى انهيار المحصول بشكل كامل في بعض المناطق، ومحاصيل الفول والكزبرة في بعض المناطق. كانت نسبة الضرر هناك ما بين 50 إلى 100% في بعض المناطق. غزيرة تقدر ب 25 ملي تقريبا وما فوق، يعني تقريبا. التدابير اللي نقدمها للمزارعين والنصائح، إذا كانت نسبة الضرر ما دون 50%، ننصح الأخوة المزارعين بإضافة مخصبات عضوية ومتابعة المحاصيل بشكل تدريجي ومراقبتها من أجل عودتها. وفي حال نسبة الضرر ما فوق 50%، ننصح الأخوة المزارعين أما الزراعة بمحصول بديل أو تصلح مراعي للأغنام.